داود رحمه الله تعالى قال باب في مشي النساء مع الرجال الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد بن اليمان عن شداد بن ابي عمرو بن حماد عن ابي عن حمزه بن ابي حسين الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو خارج من المسجد: اختلط رجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للنساء: استدخلنا فانه ليس لكن ان تحفظن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تنطق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داوود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. قيل: لماذا أخر أبو داود رحمه الله مسألة النساء؟ لأن النساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الذكر والعلم. باب الرجل يسب الدهر. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصبح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يقول الله عز وجل في ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن الصبح عن ابن المسيب مكان سعيد: آخر كتاب الأدب وهو آخر كتاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبارك الله فيك شيخنا، ونحن جميعا في النهاية نقول لشيخنا المفضال عالم المدينة النبوية فضيلة الشيخ حامد بن أكرم البخاري: لقد شرفت بك مدينة الإسكندرية بس وشرفت بك مصر كلها، وقد سمعنا بين يديك كتاب أبي داود، ونطلب منك أن تريدنا يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على هذه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وزادكم الأبد البعيد. تفضل يا شيخ. تقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه: إخوتي الكرام، هنيئا لنا جميعا أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لختم هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه. أمضينا هذه الأيام المباركات مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نجتمع في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، تعتكفون في هذا المكان، جئتم من أماكن بعيدة وقرى متباعدة، شببتم في حالة طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحين خرجت يا عبد الله من بيتك ما خرجت إلا لطلب العلم، إلا لحضور حلق العلم، إلا لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت في سبيل الله، كل خطوة خطوتها في طريقك كتبت بإذن الله عز وجل في صحائف أعمالك. كل لحظة قضيتها في رحلتك هي بإذن الله في موازين حسناتك. جئت واعتكفت في هذا المسجد مدة أسبوع، أنت اعتكاف، حبست نفسك لطاعة الله سبحانه وتعالى، تبقى في هذا المسجد، تقوم الليل، تنتظر الصلوات، تنتظر وقت حلق الذكر لتحضرها، تصلي عليك الملائكة ويذكرك الله
شئت بحولك أو قوتك فأنت لا حول لك ولا قوة. الموفق هو الله سبحانه، هو الذي وفقنا وهو الذي هدانا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو الذي من علينا بالهداية ومن علينا بالتوفيق ويسر لنا أسباب القلوب. كم من شاب طالب علم سمع عن هذه المجالس وتمنى حضورها لكنه ما استطاع أن يحدث لآخر، فتجده يتحرك شوقا لأن يكون معك في هذا المسجد، لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له بحكمة يعلمها. وأنت تفضل الله عز وجل عليك وارتدت فأقدمك إلى هذا المكان المبارك. رحمة الله يا عبد الله على هذه النعمة. كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرت عليك آلاف الأحاديث وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم آلاف المرات، وكلما ذكر كنت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل أمرك أن تصلي عليه وأخبر أنه يصلي عليه هو وملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرك أن تصلي عليه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ومر معنا في هذا الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. فكم صليت؟ كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلما صليت عليه صلى الله عليه وسلم عليك 10. فهنيئا لك يا طالب، هنيئا لك يا عبد الله هذه المجال. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم فضله وأن لا يحرمنا ما عنده وما وعد به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا يا طالب العلم بني العزيز، يا حبيب قلبي، يا قرة عيني، يا أمل الأمة تنتظركم. يا معشر الشباب تنتظركم، يا من تحملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تحملون شعلة النور، نور الدين والوحي المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لتضيفوا بها ديار الظلمة في الأمة كلها متعلقة بكم، تنتظركم، تعلموها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقلوا إليها ما تعلمتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يا عبد الله، سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي عليك أن تتفقه فيه وأن تتعلم معانيه وأن تتدارس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمعان ودقة نظر. قل عليك أن تعمل بما تتعلم حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. نحن يا عبد الله أن يكون هذا العلم الذي تتحصل عليه يكون سببا لنجاتك في الآخرة، وإياك أن يكون هذا العلم سببا لخسرانك وضياعك في الآخرة. إن لم تعمل به كان علمك حجة عليك، إن لم تعمل به كان هذا العلم وبالا عليك. وكما قلت سابقا مرارا، فتش عن قلبك دائما، وحرص على الإخلاص، وحرص على أن تكون نيتك خالصة لوجه الله عز وجل في جلوسك في خلاف الذكر، في تعلمك، في عملك، في نشرك وبذلك لهذا العلم. فإذا ما تفقهت وعملت بعد أن علمت وسع هذا العلم بين الناس واجلس لله وعلمه لغيرك، كما من الله عليك برفع الجهل وابذل جهدك في رفع الجهل عن غيرك. واعلم يا عبد الله أنك لن توفق إلى العلم ولا إلى الفهم ولا إلى العمل إلا إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقيت الله علمك الله، وربنا جل في علاه يقول في كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وكلما ازددت تقوى لله عز وجل وقربا منه زادك بإذنه سبحانه وتعالى وفضلا منه، زادك علما، زادك توفيقا، زادك عملا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين به. اعلموا
يا عباد الله أنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة دال على أن من لم يتفقه في الدين ما أريد به الخير الأكمل. إذا أكمل الخير هو أن نوفق بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فاحرص على ذلك. واحرص كما قلنا، كما حرصت على الرواية احرص على القراءة، واحرص على قراءة كتب الشروط. وسأذكر لكم شرطا إن شاء الله بعد قليل في رواية هذا الكتاب. ومع حرصك على قراءة كتب الشروط احرص على كتب الفقه. احرص على كتب الفقه وابدأ بالمتون الصغيرة، والزم عالما من العلماء، والبلاد عامرة بفضل الله عز وجل. هؤلاء العلماء كمشايخنا الشيخ محمد وشيخنا الدكتور سعيد وشيخنا الشيخ وحيد والشيخ أبو بكر وغيرهم كثير. البلاد مليئة بالعلماء، الزموا كتاب أهل العلم وتفقهوا بين أيديهم، وابدأوا بالمتون الصغيرة، ثم تدرجوا في دراسة الفقه كتابا حتى تصعد من المختصرات إلى المطولات. وإياك أن تتعجل الطريق، إياك أن تقفز، إياك أن تطمح إلى الوصول سريعا. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، والعلم لا يؤخذ إلا بالأيام والليالي. فأسأل الله أن يكتب لي ولكم التوفيق. أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يجعلكم علماء ربانيين، وأن يجعلكم من ورثة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله كما من علي وعليكم بأن جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في الفردوس الأعلى مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن ما اجتمعنا إلا حول سنته نتدارسها لنعمل بها، فأسأل الله أن يجمعنا به هو صلى الله عليه وسلم في الفردوس. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يجعل الله من رياض الجنان، وأن يحفظها أن تكون من حفر النيران. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالسعادة، وأن يختم لنا الموت على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن تمسك بسنة النبي طول حياته ومات عليها بإذنه سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعلنا يوم الفتح الأكبر من الآمنين، إنه جواد كريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العباد والبلاد، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله أن يعز دينه ويعز كلمته. أسأل الله عز وجل أن يظهر شريعته وعن الشرائع كلها. أسأل الله أن يوفق القائمين على تطبيق شرعه سبحانه وعلى تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أقول ختاما إخوتي الكرام، كما قلنا في إجازة نخبة الذكر أقول في إجازة سنة أبي داود الفضول على اسمين. فأما مشايخنا وعلماؤنا فأجيزهم من باب رواية الأكابر عن الأصابع بلا قيد ولا شر. أما طلبة العلم فأقول إن كنت متأهلا للرواية، أي أنك قطعت شوطا في طلب العلم وزدت العلماء وزاحمت الركب في موائد العلم وحلقه، فروي عن سنن أبي داود. أما من لم يكن كذلك فأنا أجيزكم بشرط: لا يجوز لك أن تروي عني سنن أبي داود إلا بأمرين. الأمر الأول أن تتمكن من علم مصطلح الحديث، لأنني وجدت كثيرا من الإخوة يرسل أسئلة بدنية في علم المصطلح، فعلم أن بعضنا لا يعرف شيئا في علم مصطلح الحديث. ولذلك لا يجوز لك أن تروي عني سنن أبي داود إلا بشرط أن تتعلم علم أصول السنن، علم أصول الحديث، يعني علم مصطلح الحديث، ولو أن تقرأ مثلا على شيخ يكون عندك شيء من الاستيعاب في ذا الفن. والشرط الثاني أن تقرأ شرحا لسنن أبي داود ولو كان مختصرا كعون المعمول، لا تقرأه على نفسك. فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر،
من صواب، بل تلزم عالما متمكنا ربانيا تلزم غرسه وتقرأ عليه شرح السنة كاملا بحيث أنك تجمع بين الرواية والدراية. بعدها تروي عن السنة النبوية. ما لم يتوفر فيك هذين الشرطين لا أجيبك بالكتاب. أما إن توفرت هذه الشروط فأنت مجاز مني شرط تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السلف الصالح والعمل عليهما، ومن لم يكن على من هذه السنة ومن هذه السلف فإني لا أجيب. إذا أعيد ما قلته. أما أهل العلم ومن لهم قدم راسخة في طلب العلم الشرعي خاصة علم الحديث فهو مجاز مني، ومن لم يكن كذلك من كان في أول الطلب فإنه يروي عن الكتاب بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون عندك إسلام بالمصطلح، الشرط الثاني أن تقرأ شرحا لهذا الكتاب. ونصيحتي لأبناء صغار السن الشباب في مقتبل العمر لا تتعجلوا الرواية، لا تتصدروا، وينبغي على أحدنا أن يستحي أن يتصدر في بلده فيه من هو أكثر منه وأعلم منه وأفضل منه. وبلادكم عامة بحكم الله عز وجل، أسأل الله أن يعمرها بالطاعة. فطالما أن في بلدك من هو أشطر منك وأعلم منك لا تتصدر حتى تستوي على شروطك. وكذا من سمع مني عبر وسائل الاتصال كالإنترنت أو التليفونات هم مجازون بهذا الشرط الذي ذكرته، وكل من حضر هذه المجالس سواء حضر كامل الكتاب أو بعضه أو حتى جزءا منه فهو مجاز على ما اتفقنا من شروط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا شيخنا وبارك الله فيك. وننتقل إلى قول الشيخ عبد الله الحنبلي يمكن أجبنا. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأقول على الاستحياء قد أخبرنا في الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي المكي إجازة عن مشايخه رحمه الله بسنن أبي داوود، وقد أجبتم جميعا بسنن أبي داوود خاصة وحفظ الصحفية روايته عامة وفقر الله وإياكم للطاعة. ونريد قبيلة إجازتك ونريد من فضيلة أنت ما إجازة ما في جزع. ونستفيد شيخنا الشيخ محمد بن سعيد مقدم لأنه معه إجازة. تفضل الحمد لله جميعا عن وهذه من التكبير الشرع. هذا معنى المخبر يعني سيدي وهذا ولدي وصول الذي داود على طريق المشاركين رحمه الله ومتهم محمد وعليهم ويقول جميعا الواحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ذلك يقول العبد الصحيح وحيد بن عبد السلام بالي لقد تحملت سماعا سنن الإمام أبي داود عن 4 من المشايخ بمكة المكرمة فضيلة الشيخ ثناء الله مدرس الحديث في الهند، وقد قيل بأنه درس أخ الباري 40 مرة من أوله إلى آخره. وفضيلة الشيخ محمد إبراهيم رئيس مدرسة الحديث في الهند، وفضيلة شيخنا غلام الله أحمدي، وفضيلة الشيخ عبد الشكور الأركاني سماعا علينا بجميعه إلا السهو والنسيان طبعا.
وأقول لكم أيها الأحباب الكرام قد أجزتكم بسنن أبي داود خاصة وبجميع المرويات عامة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. بارك الله فيكم. أما الآن الكلمة مع فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى. طبعا